الحقيقة أنا ما عنديش أي كلام أقوله في مقدمة الفيديو دوت، عشان فيديو النهاردة مختلف عن أي فيديو اتعمل قبل كده، وصدقني هيظلمك بكل معاني الكلمة، لأنك هتشوف حاجات أنا متأكد إنك أول مرة تشوفها ومتصورة بكاميراتهم. يلا بينا نبدأ. الطبيعي إننا نشوف المنظر ده مع كلب، مش مع فهد مفترس. تخيل تكون ماشي بالعربية وينط في عربيتك صقر ضخم وانت بتصور. تخيل بالليل يطلع لك الكائن دوت. المنظر من الموبايل لوحده جاب لي رعب. هي السلالم أثرت معاك في ايه يعني عشان تطلع على العمارة؟ لما يحصل انفجار ضخم ومرتب زي اللي هتشوفه دلوقتي ما ينفعش ما تصوروش. الصقور عندها وقت بتسيب نفسها للهوا زي كده وبتفرد فيه جناحاتها، منظر مش هتشوفه كل يوم. نطة كمان من الحيتان دي وهتقلب المراكب اللي ماشيين بيها. عروض الطيارات بتبقى جميلة جدا في الجو، بس العرض ده اتصنف كأحلى عرض في العالم. لو حبيت تظبط اللقطة دي مش هتعرف، لازم تيجي معاك بالحظ أو بالصدفة. واحد بيستخدم حمم البركان في قلي البيض. اهو ده اللي بيبص على نص الصحن المليان. طالب بريطاني اخترع بدلة طائرة زي بتاعة ايرون مان. تخيل تكون بتصور في هدوء الطبيعة ويجيلك صاحب الارض ومتضايق منك. نفسي اعرف هي ما داختش ازاي، شوية كمان وكانت هتخرم الارض تحتها. مش كل يوم وانت ماشي هتشوف ثعلب اسود نادر زي كده، صراحة شكله جميل جدا. السحلية بتلعب رياضة وانا لسه بفكر. عشان يصور لقطة انفجار البركان قعد 3 ايام بلياليهم. اللي انت شايفه بيغطس ده نوع من انواع البط بياكل من عمق البحر، ولا احسن غطاس. عمرك وقفت فوق سد المية قبل كده واتفتح قدامك؟ هتشوف قد ايه اندفاع المية قوي جدا وبكميات غير طبيعية. الراجل ده يا اما جعان قوي يا اما شارب حاجة قوي. اول مرة اشوف خلية نحل بالحجم ده. يا عم ده اكرام الضيف واجب. اللوسته قطة بيساعد الصنايع على تثبيت المتر، رجولة والله. الله ينور. احسن صدة شفتها في حياتي. للأسف الفيديو خلص. لو وصلت لحد هنا اعرف ان الفيديو عجبك، ياريت تدعمني بلايك واشتراك وفعل الجرس عشان تجيلك فيديوهاتنا دايما. سلام.